برضو يا دكتور جميل، كنا حابين نسأل حضرتك بالنسبة يعني بحكم عمل حضرتك في المجال ده، مين أكتر زوجين متعبين وأكتر زوجين مريحين في المجال ده؟ طيب، هو عموما اي طبيب هيتسأل السؤال دوت هيجاوبك نفس الاجابه اللي انا هقولها لك ديت. المريض المريح جدا في التعامل هو المريض اللي مسلم امره لله. تقولي له الحاجه ينفذ وياخد الروشته ينفذها بالظبط. تعليمات اللي هي الغير طبيه، يعني اعمل كذا او ما تعملش كذا، كل كذا او ما تاكلش كذا، الوزن المفروض يحصل فيه كذا، تلاقيه بينفذ كل حاجه بدون ما يبقى متعب في الاسئله. ولو ما عملتش دي ايه اللي هيحصل، ولو عملت دي ايه اللي هيحصل، طب افرض عملت كذا، طب افرض ما عملتش كذا. مش معنى كده ان انا بقول ان الناس ما تسالش، لا، بس في حد بيبقى عنده الموضوع اوفر قوي قوي، وفي حد بيبقى تحس ان هو مسلم امره لله كده. المريض او الزوجين اللي مسلمين امرهم لله دول ده احسن مريض يخف، واحسن مريض مريح للدكتور، واحسن مريض اموره بتمشي سلسه كده. انما اكتر زوجين بيبقوا متعبين هم اللي هم بيبقوا دايما جايين بمعلومات مسبقه ويتكلموا عن الزملاء التانيين، وانا رحت الفلان ما عملش معايا، ورحت العلان ما عملش معايا، وانا سمعت ان الحاجه الفلانيه دي ممكن تبقى مؤذيه، وانا سمعت ان دي ممكن تفشل، فتلاقيه دايما مسبق في قلق. بالشر، مسبق بالشر والقلق. المريض ده غالبا اموره ما بتمشيش كويس، ولا في جراحه، ولا في نجاح عمليه، ولا حتى في برشام الضغط بياخدها، تلاقيه ما بيتحسنش. انما المريض اللي مسلم امره لله دوت بنسبه كبيره قوي بتلاقي اموره كلها ماشيه كويس، وربنا سبحانه وتعالى بيسترها معاه ومعانا.